في يوم من الأيام كنت واقفة مع صاحبتي تحت البيت. سارة، انت متخيلة ان عدى شهر وانا مش حاسة اني قادرة اعمل حاجة؟ طول الوقت بتابع الاحداث وبتأثر لدرجة بتخليني مش قادرة اذاكر. فعلا، يعني بجد الاحداث دي مغيرتهوش. مستني ايه تاني عشان يتغير؟ معاكي حق. الجملة دي علقت في مخي كتير، لاني ما كنتش حاسة اني اتغيرت خلال الشهر ده، ومش عارفة المفروض اكون اتغيرت منين بالظبط. هل المفروض اقرب من ربنا؟ طب ما انا طول الوقت المفروض اقرب من ربنا، ايه الجديد؟ وهنا بعد سنتين السؤال ده لسه في مخي. يعني اكيد الواحد خلال الوقت ده اتغير، بس التغيير عشان يكون فعال لازم يكون عن وعي. فانا عايزة اوعى بالنقط اللي اتغيرت فيا، ولو في حاجة لسه عايزة تتغير اعرفها علشان اغيرها. لانه عدى سنتين، يعني الله اعلم، بس ايه الحكمة من تأخير النصر غير ان الوقت ده يكون بيأهلنا اننا نبقى قده؟ واعتقد احنا شفنا ده في نصر السوريين من كام شهر. الخلافه والنتائج الكبرى والامور الكبرى هذه نتائج ليست مقدمات، نتائج تؤول اليها المقدمات الكثيره والكبيره والواسعه والمتنوعه والمختلفه. هو احنا ليه ربنا خلقنا؟ عشان نعبده. كلنا عارفين ده من واحنا صغيرين، عارفين ان المفروض ما نخافش من حد غير من ربنا، وسيدنا محمد هو قدوتنا، وكل الكلام الجميل ده. هل عمرنا بقى طبقنا الكلام ده؟ وهل احنا اولويتنا فعلا ديننا ولا رغباتنا؟ وليه بنخاف لما ما نتقبلش في فرصة، او بنخاف من اي صاحب سلطة مع اننا عارفين ان كل شيء بأمر ربنا؟ العقلية المادية الغربية عششت في مخنا، وعلى أساس العقلية دي اخترنا أحلامنا والحاجات اللي بنحبها والروتين بتاعنا. وفي وسط كل ده يجيلنا أهل غزة عشان يثبتولنا كل يوم معاني احنا كنا ناسيين ان هي موجودة. كل يوم بيقرروا يثبتوا ويصبروا ويضحوا بكل حياتهم عشان ربنا، مع انهم كان ممكن يقولوا انا ذنبي ايه، انا هعيش لي 70-80 سنة، ايه اللي يخليني اضيعهم هنا؟ ما اطبع وارتاح. بس مش هو ده الحاصل، لان هما فاهمين الدنيا صح. واللي يقرا كتاب زي مثلا اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام تيميه يفهم ازاي اقتضاء الصراط المستقيم ان من مقتضيات انك تسير على الصراط المستقيم انك تخالف اصحاب الجحيم، مخالفه اصحاب الجحيم. ثم الحياه بقى، ودي اللي الغرب مش قادر يفهمها، ودي اللي حاول يالف عشانها ليجوفيتش الاسلام بين الشرق والغرب، ان الطغيان المادي عندهم مش قادرين يفهموا يعني ايه انك تعيش بالدين. هو يفهم انك تقفل على نفسك معبد وتتعبد، انما هو مش فاهم يعني ايه تتعبد، تخرج بره، لا ان حياتك تبقى بالدين. أهلا بيك في مصر، بلد مسلم جميل. مع ذلك محدش بيتعلم عن الإسلام في أي مرحلة من مراحل حياته في النطاق العام، مع إننا لسه كنا بنقول من شوية ترى احنا عايشين عشان نعبد ربنا. فلازم التناقض ده يتلغي بإننا نتعلم عن الدين، لأن ده الطريق إننا نرجع لعقيدتنا الصح. إزاي نتعلم عن الدين؟ أهلا بيك في مصر، بلد مسلم جميل. بالتالي في عدد كبير جدا من صناع المحتوى الديني اللي موفرين دوراتهم وفيديوهاتهم على السوشيال ميديا. وفي الوضع الحالي متابعة الدروس الدينية مش اختيار بل إلزام. محتوى التافه مغرق الإنترنت من زمان، وأنا كنت بتابعه على مضض، لكون المحتوى براق بيشد الانتباه ويخليك دايما عندك فضول، لأنه عادي ترفيه عن النفس. هل الدنيا تخرب لما رفه عن نفسي نص ساعة؟ وبالرغم من الأحداث اللي بتحصل، المحتوى التافه فضل موجود، وكأن التفاهة مش موجودة علشان الترفيه، لا، هو أصلا محتوى فارغ معندوش أي قيمة أو مبدأ، تفاهة لأجل التفاهة. فنظرتي للمحتوى ده اتغيرت، بدأت أحسه محتوى أهبد بدل من تافه، كأن في مشكلة في العيلة وكله بيتناقش والأطفال واخدين كورنر بيلعبوا بالمكعبات. اختيارك إنك تقعد مع الأطفال ده اختيار أبله. يعني ايه راجل تافه؟ يعني رجل حقير خسيس لا وزن له لا قيمة له لا يحسن شيئا. بالرويبضة قالوا إنها تصغير رابضة، والرابض هو القاعد عن معالي الأمور. واحد مش عارف يعمل حاجة في حياته، يعني يجي يعمل حاجة ذات قيمة ما يعرفش، ما عندوش إمكانيات ولا عنده همة لده. واحد بالمقومات دي إزاي يتحدث في أمر العامة؟ المشكلة فيه في اللي بيسمعه. صح، هي الفكرة إن واحد رويبضة قام وتكلم في أمر العامة، فوجد من العامة اللي يعمل له سبسكرايب واللي يعمل له فولو. خلال السنة كل شوية سهيلة كانت بتقولي محتاجين نعمل فيديو عن غزة، وأنا كنت برد بإنه هنتكلم عن إيه، في إيه لسه متقالش، هل هنعرف نضيف حاجة ونقفل الموضوع. بعدين عملت مع أصدقائي الجدد فيديو عن الإعلام، هسيب الفيديو في الوصف، لكن خلاصته كانت إن كل فرد عليه مسؤولية الإعلام لأهمية الإعلام الكبيرة. عشان كده لازم كل واحد يستعمل ذكائه شوية في إنه يختار نقط يتكلم عنها بطريقته، لأن التغيير اللي بنتكلم عنه من الأول لازم يوصل لكل الناس، وهيوصل لكل الناس لما كل واحد يحط في عاتقه النشر اللي طبيعي هيكون على نطاق المعارف والأرقام القليلة،
وده مش قليل، لأنه شئت أم أبيت أنت قدوة. امرأة ممكن تكون سبب في هداية بنات بس علشانها طلعت بكامل حجابها وشافوها وتشجعوا ولبسوا الحجاب، ورجل ممكن يفسد أطفال بس علشان دخن أمامهم. فشئت أم أبيت أنت قدوة، والله المستعان. فهي دي النقطة الأساسية اللي عرفت أوصلها من ناحية إحنا المفروض نغير إيه فينا. أكيد في نقط تانية مهمة، ففكر في النقط دي وشاركنا، وهنا يكون الفيديو خلص. Are you staying silent too, whilst people are killed but far away from you? People keep dying and we all just live our lives, but a child loses all in the land of Palestine.